باش تقدر انك تشارك في كومبيتيسيون وتبقى مكونسونطري على قرايتك وكيفاش. خوت هذا اهم سؤال كاين في هذا الفيديو، غنخليه لكم هو الاخر باش نجاوب عليه، حيت انا براسي كنطيح في هذا المشكل. يعني خاصكم تعرفوا لي ديتاي باش تعرفوا كيفاش تجاري وما بين القرايه وما بين البوك. كما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم غادي نجاوب على كاع الاسئله اللي طرحتوا عليه في انستغرام. السلام عليكم الخوت، هذا الفيديو هذا غادي يكون من اهم لي فيديو اللي عندي في لاشين دابا، حيت غادي نعطي فيه واحد المعلومات اللي كثار بزاف واللي مهمين لكم نتوما وغتكونوا انتريسي بهم. داكشي علاش خليكم مع الفيديو ونبداو. عندي 15 عام، واش باقي يمكن ليا نوصل في البوكس؟ كاين دراري اللي بداو في لاج صغير حل عينيه في البوكس، كاين دراري اللي بداو في 10 سنين 9 سنين 8 سنين 12 عام 14 عام 16 عام 25 عام وقدروا يوصلوا في البوكس. اهم حاجه الخوت اللي كنشوف بزاف كيبقى يدير عليها ان البلاد ما عطاتناش، ان هذه كيبقاو يديروا اعذار من جميع الاتجاهات. غتحط راسك في واحد الحاجه غتولي اوبسيف بها، راه غادي توصل ليها. يعني راه ما كيهمش انك نتايا في الدوله ولا في دوله اخرى، اذا مش غادي دير اعذار الخوت ركز في واحد الحاجه وسير فيها مزيان وخدم على راسك وشيق في راسك، راه غادي توصل لديك الحاجه. خويا عافاك، هضر لينا على المنتخب، كيفاش كيعزلوا وشحال الصالير والراتب اللي فيه والمعسكرات التدريبيه. ندوز لاول حاجه كيفاش كيعزلوا الخوت. بطوله المغرب الا جبتي بريمير ولا دوزيام كيعيطوا لك، تواصلوا مع المدرب، تواصلوا معك نتايا شكون ديجا عطاهم نمرتك، عندهم لي زانفورماسيون ديالك، كيعيطوا لك باش كتمشي عندهم. المقر ديالهم يمكن في كازا. وشحال الصالير الخوت بالنسبه للبدايه ديالك كيبداو معاك 100 درهم كل نهار، هذه غير كبدايه 100 درهم كل نهار. انت في نفس الوقت كدير واحد الحاجه كتبغي وفي نفس الوقت تخلص عليها، يعني ما غيكونش بروبليم في البدايه، يعني حاجه عاديه. من بعد الا جبتي شي بطوله دوليه ولا عندك واحد بالماريس اللي مزيان كيزيدوا لك في الصالير، غاديين وكيطلعوا معاك في الصالير، كيبداو معاك ب 100 درهم كل نهار 3000 درهم، غاديين كيطلعوا معاك في الصالير 5000 درهم 6000 10000 درهم، المهم على حساب نتايا بالماريس ديالك. وبالنسبه للمعسكرات التدريبيه كل مره فين كيكونوا، يقدروا يكونوا في دول اخرى يقدروا يكونوا هنايا، على حساب. غتلعب في 22 وفاش من فئه وزنيه والله يوفقك. خويا السؤال معاود بزاف كيسولنا على فاش لاعب دينا فئه لاعب فيها، والفئه اللي لاعب فيها لاعب في 22 اقل من 22 عام. والميزان نخلي لكم مفاجاه، ما نقدرش نقول لكم، مهم ما بين 50 55 60 بحال هكاك. واش ضروري تدوز عامين عادي يمكن لك تشارك في بطولات؟ الخوت يمكن فهمتوني غلط في الفيديو اللي لحت لكم اللي فات. دابا شوف، كل واحد كل شخص والنيفو ديالو والمدرب ديالو. وقاش بديتي البوكس؟ خوت البوكس بديتو يمكن في 2021 في النص تقريبا، يعني دابا دازت 5 سنين، ولكن انا بديت البوكس دوزت فيه واحد شهرين تقريبا وخرجت منه تقريبا شي 6 شهور، عاد رجعت عاوتاني للبوكس تما فين بقيت مكمل فيه، ولكن تقريبا راه حبست شي واحد 8 شهور عاوتاني. كان طراو لي واحد المشاكل العام اللي فات يمكن 2025 في البدايه ديالو في الاخر ديال 2024 كنت حبست فيه البوكس، كنت كنتريني مره. اما تقريبا نقولوا في الطوطال يعني راه شي 4 سنين ونص تقريبا باش بديت البوكس. شحال نجريو في السيمانه باش يبقى السفل؟ الجرا كينقسم لانواع بزاف والفترات، بحال مثلا انت قريب تلعب الكومبا ديالك او باقي لك شهر او باقي لك 20 يوم او شوف شحال، ما يمكنش لك تجري داك الجرا اللي كنتي كتجري عادي طول العام. يعني بحال مثلا دير شي فوتينغ طويل 50 دقيقه 10 كيلومتر 15 كيلومتر 8 كيلومتر، ما خصكش دير هاد البلان هذا. وبالنسبه للدراري على السفل على طول العام كاين الجرا طويل اللي فيه من 40 دقيقه للفوق 30 دقيقه 40 دقيقه 50 ساعه ساعه ونص ساعتين. هاد الجرا ديال المسافه طويله كيعاون. وكاين الجرا ديال 30 ثانيه في 30 ثانيه، انك تجري 30 ثانيه بواحد الريتم هابط و30 ثانيه ديرها بواحد الريتم اللي طالع. انا في الخدمه ديال بي بي جي اللي خدمتها وسط العام اللي كانت قبل الكومبا كنت كنخدم 30 في 30، كنت كنخدمها تقريبا 10 المرات 12 مرات 8 المرات، وكنخدمها كتكون مره في السيمانه، ولكن ماشي جرا مره في السيمانه. بحال مثلا كنخدم 30 في 30 8 المرات 10 المرات، عاوتاني كدوز يومين كنخدم الجرا مثلا كنجري 5 كيلومتر بواحد الريتم، مثلا ريتم بادي بشويه في الاول ماشي بشويه، المهم بواحد الريتم طالع شويه شويه كنطلع الريتم شويه كنطلع الريتم اكثر فاش كنتقرب تسالي ديك 5 كيلومتر. اكثر بيس وصلت ليها هي 4 دقائق و3 ثواني تقريبا، درت 5 كيلومتر في 20 دقيقه و11 ثانيه تقريبا. النوع الثالث ديال الجرا هو فيتاساج، كتخدم 100 متر و80 متر و60 متر بواحد الريتم اقصى ما عندك كتخدموا فيه. شنو هي العصبه وكندير نشارك فيها؟ هاد السؤال الخوت كنظن تقريبا 80% ما كيكونش عارف النظام ديال بطولة المغرب كيفاش كدار منين كيبدا شحال نفهم الكومبا. الخوت نحاول نشرح لكم وما نطولش عليكم بزاف. دابا كاينين جهات في المغرب، مثلا كل واحد البلاصه اللي ساكن فيها كاينه جهه ابار البوكس، نسى عليها البوكس كتكون الجهه ديالك. بحال مثلا حنا ساكنين في جديده محسوبين على
كازا ستاج الدار البيضاء ستاج، اللي كاينين في اكادير وداك النواحي محسوبين على سوس ماسا، اللي كاينين في مراكش محسوبين على مراكش اسفي. وهي غادا كل جهه انت فين ساكن والجهه ديالك. يعني العصبه شنو هي؟ مين كتبدا بطوله المغرب كيبداو بالعصبه. العصبه كتلعب انت في الجهه ديالك، بحال مثلا انا ساكن في جديده غادي نلعب ضد ولاد كازا، ضد ستاج، ضد داك اللي دايرين بكازا، غنلعب ضد هادو. ولا ربحت كنولي انا بطل الدار البيضاء 16. يعني كتولي انت بطل العصبه. مين كتولي بطل العصبه كدوز بطولة المغرب، كتولي كل لاعب كيلعب ضد جهة أخرى. بحال مثلا 4 الجهات في هاد الجهة و4 الجهات كيكونوا في هاد البلاصة هادي، يعني كينقسموا على النص، 4 الجهات هنا و4 الجهات هنا. الصحراء ضد مراكش اسفي، ضد الدار البيضاء 16، ضد سوس ماسا هادو بوحدهم، والجهة الأخرى بوحدها طنجة، قنيطرة، الرباط تما بوحدهم. كتلعب فيهم جوج كومبات، تشومو النهائي والربع النهائي، وكدوز للدومي فينال والفينال. مين كتسالي من هاد الجهة هادي كتربح تشومون الربع النهائي، كدوز للدومي فينال كتلعب ضد ديك الجهات الربعه اللي دازو من طنجه، من قنيطره، من الرباط، من تطوان. المهم داك النواحي كيدوزو كيلعبوا الدومي فينال والفينال، واللي كيربح الاولاني في الفينال كيولي بطل المغرب. واش يمكن ليا نبدا البوكس في 20 عام ونشارك؟ الخوش كيف ما قلت لكم يمكن لك تبدا في اي لاج توصل ل 40 عام تقريبا. توصل 40 عام صافي كتحبس، ما بقاش يمكن لك تشارك. شحال ما كان عندك من عام راه بامكانك تشارك، بامكانك تلعب، وبامكانك توصل. يعني ما كاينش شي حاجه محدوده ولا ما تقدرش ديرها. اي حاجه قدرتي تخيلها راك انت قادر ديرها. واش تقدر انك تشارك في كومبيتيسيون وتبقى مكونسونطري على قرايتك وكيفاش؟ بالنسبه لي انا كاينه امكانيه انك تكونسونطري على قرايتك وفي نفس الوقت دير البوكس. كما كتعرفوا الخوت البوكس كيتطلب واحد التركيز اللي عالي بزاف. القرايه كذلك هو مثال. باش تقسم ما بيناتهم راه ضروري غادي يكون واحد المشكل الخوت، حيت الا كنتي انت باغي واحد الحاجه وباغي توصل فيها ما يمكنش تقسم الجهد ديالك هنا وتقسم الجهد ديالك هنا، الا الا كنتي انت باغي توصل لواحد لوبجيكتيف في القرايه وتحبس فيه باش تكمل في البوكس. يمكن لك تبقى غادي بهم بجوج، ولكن ضروري خصك تحبس واحد في نص ديال الطريق. ما يمكنش لك تبقى غادي بهم بجوج، قرايه والبوكس، حيت غادي يجي واحد الوقت يا اما غتحبس البوكس وغتكمل في القرايه، يا اما غتحبس القرايه وغتكمل في البوكس. كيف ما طرا ليا انا الخوش حبست القرايه وكملت في البوكس، وانا شايق في راسي غادي نوصل فيه ان شاء الله باذن الله. سو غيبدا يقول لي علاش حبستي قرايتك علاش هادي. انا بالنسبه لي في التفكير ديال الخوت الا كنتي شاد واحد جوج طلقان راه ما غاديش توصلش في شي واحد فيهم، لذلك ولا غادي توصل واحد فيهم ولكن غيحبس لك الاخر. لذلك انا اختاريت شي حاجه كتعجبني وباغي نكمل فيها. والطريقه كيفاش انك توازن ما بين القرايه وما بين البوكس هي انك الخوت تعطي وقت للقرايه وفي نفس الوقت تعطي وقت للبوكس في النهار ديالك. بحال مثلا كنقرا الصباح نديرو مثلا انت كتقرا في بريفي من 8 ل 6. سو غادي ندير خصك تنظم وقتك بواحد الطريقه اللي كبيره واش تكون عندك واحد الفوكس اللي كبير بزاف. انني نقرا من 8 حتى 6 راه غادي فيزيكمون غادي نعيا. غادي يجي وقت خاصني حتى هو نراجع فيه، حتى هو غنعيا فيه باش نعطي واحد الوقت للونطريمون. يعني كيف ما قلت لكم خصكم واحد الساكريفايس، خصكم واحد التضحيات باش توصلوا لواحد الحاجه اللي عاجباكم. يعني نقرا ونحاول نخصص واحد الوقت اللي يكون صغير شويه للمراجعه، وفي نفس الوقت ندير شي وقت انني نتريني فيه. يعني داك اللي كنت باغي البوكس خصني ضروري نخشي وقت ديالو كل نهار في البروغرام ديالي، واخا البروغرام ديالي يكون عامر. يعني خصك واحد ساعه يوميا على الاقل انك تريني فيها. شحال من ماتش تلعب الا بغيتي دير البطوله؟ الخوت يمكن جاوبتكم على النص ديال هذا السؤال ولكن غادي نجاوبكم باش تفهموه 100%. الخوت على حسب الميزان وعلى حسب الفئه ديالك. مثلا كادي كيكونوا فيها ميزانات مختلفين، بحال كيبداو من 46 48 50 52 الى ما فوق. يعني كيطلعوا ب2 كيلو ولا ب3 كيلو ما بين كل ميزان. يعني ما كتكونش كومباش بزاف، تقدر تلعب مثلا 3 الكومبات في العصبه، 3 جوج وحده 4 على حسب الميزان ديالك. كدوز بطولة المغرب. مين كدوز بطولة المغرب كاينين 4 الكومبات بالضبط. يعني الكومبات كيبقاو مختلفين في العصبة. قبل ما تدوز بطولة المغرب كيكونوا مختلفين في العصبة. يمكن لك تلعب وحده، يمكن لك تلعب 3، يمكن لك تلعب 5 على حسب الميزان ديالك. ودوز بطولة المغرب اللي كيكونوا 4 رسميين، تشومو النهائي وربع النهائي وديمي فينال والفينال. بالنسبة للجينيور سينيور اسبوار هادو كيكونوا اكثر هذا العام هذا غيكونوا كومبات فيهم بزاف، حيت على حسب الميزان عاوتاني، حيت كاينين بزاف ما بين 50 و55 و60 و65 و70. كاينين هاد الفئات هاد الاوزان هادو فيهم بزاف ديال الكومبات في العصبه. سيو باش دوز من العصبه تكون واحد الصعوبه اللي شويه، ولكن سي نورمال. اللي كنتي باغي دير بطوله المغرب راه خصك ضروري دوز من هاد المرحله. عامين وانا كنتريني في البوكس واش نقدر ندي بطوله المغرب جونيور 55 كيلوغرام. كما قلت لكم اي حاجه كتقدر تخيلها، اي حاجه غادي تقدر تطبقها. يعني
الا كنتي نتا شايق في راسك وترينيتي مزيان ساو بامكانك دير اي حاجه. كاينين دراري في العام الاول ديالهم اول بطوله ليهم ديالهم ربحوا بطوله المغرب، ساو اي حاجه بامكانها. نتايا اللي عليك انك تخدم وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ملي كتوكل على الله وكتعطيه كاع داكشي اللي ما عندك وكتامن بانك راه غادي توصل، راه غادي تحقق داكشي. في بروغرام كامل ديال بطوله المغرب. واش ديتي بطوله المغرب العام اللي فات؟ كيف ما قلت لكم الخوت العام اللي فات ديت العصبه، لعبت 4 الكومبات ربحتهم وديت العصبه وليت بطل العصبه، ولكن ما توفقتش في بطوله المغرب. الحمد لله على كل حال. هذا العام ان شاء الله غادي يكون مختلف وغادي نجيب لكم الدابه باذن الله. ويلكم تو اور كوميونيتي برو. شكرا بزاف وشرف لي انني نكون معكم، وهذا كيعطيني واحد التطور اللي كبير كبير بزاف. وان شاء الله من هنا لقدام غادي يكون واحد الاختلاف اللي كبير بسبب هاد الكوميونيتي اللي دخلت لها. احسن فايت واحسن فايتر اخوش. بالنسبه لاحسن فايت واحسن فايتر غنجاوبكم على احسن فايتر. هو الاول بالنسبه لي انا يجيني لوماشينكو، عنده واحد الستيل اللي زوين بزاف واللي كنحاول نتانسبيرا منه بزاف. وتدريجيا انني شفت انا راسي بانني تقريبا كنلعب في حاله. داكشي علاش كنعتبره من احسن لي فايتر، ماشي من الاحسن، نعتبره هو احسن فايتر بالنسبه ليا. واحسن فايتر خوت هو ديالو كان دا الميداليه الذهبيه الاولمبيه اول مره، حيت هو رابح 2 ميداليات ذهبيه في الاولمبياد. اول ميداليه غادي يديها هذاك هو احسن فايت عندي، هو هذا يبقى احسن فايتر بالنسبه ليا. شحال لاج ديالك؟ بالنسبه لخوت لهذا السؤال بزاف كيتوقعوا ان عندي 18 عام، من 17 عام، 19 عام. المهم الخوت هذا العام ان شاء الله غادي ندخل في 21 عام ان شاء الله. حاليا عندي 20 عام وغادي ندخل في 21 عام ان شاء الله. تو الخوت هنايا كنكونوا سالينا على لي كويشنز ديالكم. كنت باغي نجاوب اكثر ولكن الفيديو غادي يجي طويل بزاف، لذلك خليكم الفيديو الجاي. مازال كاينين بزاف ديال الحوايج جداد. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام، تما فين كنتكونيكطا معاكم، فين كنهضر معاكم، فين كندير لي ستوريز ديما الخوت. لذلك حاولوا تدخلوا عند الانستغرام وهذا مكان. وتهلاو في راسكم.